بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنتكلم على إن هل الزمن ممكن يتغير؟ هو الزمن هو مفروض إنه ثابت، ويمكن التوقيتات على الكرة الأرضية هي اللي بتتغير باختلاف مكان الأرض أو المكان على حسب لفة الأرض المكان ده من أشعة الشمس. يعني بيبقى فيه توقيتات بين القاهرة مثلا وبين أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بعيدة شوية، بتوصل ل10 12 ساعة. ممكن بعض البلاد ممكن يبقى توقيتات بيننا وبين الدول العربية في الخليج ساعة أو ساعتين، مش كتير. وعملوا توقيت اسمه توقيت جرينتش اللي هو تقريبا ثابت، لكن توقيت جرينتش ده يعني خط جرينتش طبعا اللي هو بيفصل الأرض بالطول غير خط الاستواء اللي بالعرض. لكن الحقيقة ان مفروض ان الزمن ثابت. لكن طب ازاي لو الزمن ثابت؟ نفسر قول ربنا سبحانه وتعالى في يوم مقداره 50,000 سنة ويوم ب1000 سنة مما تعدون، وده آيات في القرآن الكريم. فإذا الزمن في وقت ما اللي خلق الزمن وهو ربنا سبحانه وتعالى هيغيره. وهل ده بيحصل احيانا في الدنيا؟ يعني مثلا اهل الكهف مثلا اللي ناموا 309 سنة او 300 سنة ميلادي، يعني كانوا فاهمين انهم ناموا يوم او بضيع يوم، يعني نص يوم، يوم مثلا او يومين 3، هم ناموا 300 سنة. فاحساس الزمن اما تنام مختلف شوية. دليل تاني ان احيانا كتير بتنام غفوة واحدة بس كده، يعني مثلا الغفوة دي بتبقى من ربع ساعة مثلا لغاية نص ساعة، يعني وقت قصير جدا من الزمن. ممكن تشوف حلم تحس ان هو قاعد ايام طويلة وزمن طويل، لكن لما تقوم من النوم تلاقي نفسك بتبص في الساعة تلاقي فات ربع ساعة، فات تلت ساعة، فات نص ساعة، يعني انت بس غفلت او غفوت. فاذا في مقاييس كتير للزمن مختلفة. فالفكرة ان ربنا سبحانه وتعالى اللي خالق الزمن يقدر يغيره، وده يفسر قول ربنا سبحانه وتعالى عن يوم القيامة 1000 سنة مما تعدون بيوم مقداره 50,000 سنة أو ب1000 سنة مما تعدون. فإذا الزمن يتغير بإرادة خالق الزمن. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.